عودة الدوري المصري وعودة وجع القلب مع الماتشات المحلية، الماتشات اللي انت بتتفرج عليها كده بتحس بخنقة. افكركم بجدول الترتيب في صدارة الدوري: سيراميكا كليوباترا 14 ماتش 32 نقطة. المركز الثاني بيراميدز 12 ماتش 27 نقطة. الاهلي في المركز الثالث للاسف 12 ماتش زي بيراميدز ولكن 23 نقطة. كنا متعودين ان الاهلي بيبقى متأخر في جدول الترتيب في الماتشات، بقى عنده مؤجلات يكسبها يتصدر، ولكن النهارده انت تكسب المؤجلات اللي عندك اللي هما الماتشين برضه هتبقى 29 نقطة تحت سيراميكا. ده لو سيراميكا يعني ايه، قلنا ان هو ما لعبش الماتشات بتاعته يعني وفضل 14 ماتش. فانت دلوقتي ما عندكش مجال خالص ان انت تخسر اي نقطة في الماتشات اللي جاية. عندك بكرة ماتش وادي دجلة، مفيش بقى اصل تعادل، اصل خسرنا فرق جول، اصل مش عارف ايه، الحاجات الرخمة دي بتأثر معانا. وزي ما قلت لكم احنا كنا متعودين بيبقى في مؤجلات بنكسبها بنتصدر، دلوقتي مؤجلاتك مش هتسعفك. فلازم اللعيبه تركز، عندنا ماتشات مهمه جدا بعد وادي دجله، وعندنا ماتشات مهمه جدا باقي الموسم. خرجت من كاس مصر بفضيحه قدام المصريه للاتصالات، فلازم الاهلي يعدل من وضعه في الدوري المحلي، وان شاء الله في اخر الموسم الاهلي يبقى البطل باذن الله.